فاكر يناير؟ مش اليوم، الإحساس. كان في حاجة في الهوا، حاسس إن الناس كلها مخنوقة ومش قادرة تكمل كده. في الأول كانت دعوة، كلام على فيسبوك، ناس بتقول هننزل وناس بتضحك وتقول مش هيحصل حاجة. بس اللي حصل إن الشارع كان مستني، وجات حادثة خالد سعيد وأشعلت الغضب بزيادة. الشباب اتحرك وواجهوا رد فعل عنيف جداً. الداخلية وقتها معرفتش تحتوي الموقف، وجات جمعة 28 من يناير يوم ما كل حاجة اتغيرت. مش عشان عدد الناس، لكن عشان اللي نزل وهو واخد قرار. الخوف كان موجود بس مش مسيطر. ناس بتجري، ناس بترجع، وناس بتقف وتقول لأ كفاية. وسط الدخان والزحمة الغريب بقى قريب، والكل كان بيشد في الكل، ولا تعرف ده مين ولا ده منين، بس تحس إنكوا في نفس المركب. مفيش حد قال للتاني يعمل إيه، ومفيش قائد قدام، بس في صوت واحد طالع من كل حتة، من كل شارع ومن كل محافظة. مصر كانت بتتكلم بطريقة واحدة. الثورة مش صورة ولا فيديو، الثورة ناس عادية قررت في يوم ما تبقاش عادية. واستمرت الثورة المصرية في ميادين مصر حوالي 18 يوم، لحد ما جه يوم 11 من فبراير 2011، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وقتها طلع بخطاب على الشاشات يعلن فيه تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه. محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. والأول مرة صوت الناس يتسمع، وجيل الثورة يقدر يثبت إن التغيير بيبدأ من الناس مش من فوق. أول شعور حقيقي بالحرية، أول الطريق لمصر اللي شعبها كان ليه صوت وإرادة يقدر يغير بيها مصيره. تحيا مصر بشعبها وشبابها. رحم الله شهداء الوطن اللي ضحوا بحياتهم مقابل حلم ببلد أفضل. رحم الله شهداء الحرية، شهداء يناير 2011. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.